نتشرف بحضوركم. إن بعدنا عن الوطن الحبيب لا يعني أن تتعطل الحياة ولا الأنشطة الاجتماعية والإنسانية والسياسية. وقد التقينا اليوم بمناسبة عيد الأم لتكريم أمهات الشهداء اللواتي نحن لهن إكراما للسيدات العظيمات أنجبن شهداءنا الخالدين. والآن تشاركنا السيدة الكريمة مجد دبهان لتلقي علينا كلمة الكتلة الوطنية الجامعة فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي العزيزات أمهات الشهداء نرحب بكن ونشكر حضوركن. ملتقى أمهات الشهداء الذي يقيم التجمع النسائي السوري الحر والذي يعقد برعاية الدكتور العلمية الجامعة السورية تحت شعار الشهيد أكرم منا جميعا، في وقت يسطر فيه الشعب السوري العظيم أروع ملاحم البطولة والخلاف ضد نظام القتل والتهجير والتدمير، والهدف لبناء سورية جديدة تسع جميع السوريين دون إقصاء أو تهميش. إن ثورة الحرية والكرامة التي فجرها الشعب السوري البطل هي الثورة الشعبية الأصيلة، وهي الثورة التي قدمت التضحيات الجسام بشكل أكبر من جميع ما قدمته الثورات العالمية الساعية للحرية والكرامة. إن الشعب السوري الحر الذي ثار ضد السلطة الباغية يفهم تماما أنه في معركة كبرى ضد نظام شمولي متسلح بكافة أدوات القوة والقمع. لذلك استخدم أسلوب العصيان المدني السوري المتمثل في التظاهرات والاحتجاجات منذ بداية الثورة، ولكن قيام سلطة البغي والعدوان بحصار المدن والبلدات وقطع كافة الاحتياجات المعيشية عنها، ومحاولة حصار المدن والبلدات وقطع كافة الاحتياجات المعيشية عنها ومحاولة إذلال المواطنين والإيغال في دم المدنيين العزل دفع رجال الشرفاء من المدنيين والعسكريين إلى حمل السلاح معتمدين على الله تعالى ومن ثم على أهليهم وشعبهم. أخواتي أمهات الشهداء، إننا في الكتلة الوطنية الجامعة نناشد جميع المكونات الوطنية والأديان والطوائف والمذاهب والقوى السياسية أن تعالوا نتفاهم على القاسم المشترك الأعظم لهذه الثورة، وهو إسقاط النظام وبناء سورية جديدة فقط، دون الحديث عن أي مواضيع أخرى حتى لا نختلف، لأن الاختلاف يفسد الثورة. وغدا بعون الله وبهمة الرجال والحركة لبناء سوريا الشجعان سيسقط النظام وسيتم بناء سورية الحق والقانون التي تسودها الحرية والكرامة. عاشت سوريا حرة أبية وعاش شعبها العظيم. والآن كلمة التجمع النسائي السوري الحر تلقيها السيدة زبيدة الشيحاوي فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إليك أيتها الغيرة الناطرة من دور النساء، إليك يا أسمى وأغلى شيء في الوجود، أم الشهيد الغالية، نلتقي فيكم اليوم بمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، نحتفل فيها وكلنا ألم ومرارة. فمن طفل فقد أمه وأم فقدت ابنا ليصبح العيد ورغما عنا عيدا للرثاء. نلتقي اليوم حقيقة في هذه المناسبة الرائعة كي نستمد القوة والعزيمة منكم يا من ضحيتم بأغلى ما عندكم في لذات أكبادكم كي يظل الوطن أبهى. فمنكم من استشهد ابنها وهو يدافع عن شرف كيفه، ومنكم من استشهد ابنها وهو يدافع عن عرضه وكرامته، أو في قصف غاشم لا يفرق ما بين البشر والحجر، لكنهم حملوا بكل جدارة وسام الشرف والإباء. أحبتي الأمهات، نفتخر بوجودكم ولتعلموا أننا معكم، وإذا وضعنا قرنفلة حمراء على قبر شهيدكم فهذا يعني أننا نكلل جبيننا بإكليل من الغار نتباهى به، ونحن نسير في طريق طويلة وصعبة على هدى نبراس دمائهم الطاهرة حتى يتحقق حلمهم بأن نصل إلى هدفنا المنشود في انتصار قضيتنا كي لا تذهب دماؤهم سدى. أحبتي الأمهات، شكرا لحضوركم الجميل، وكل عام وأنتم بألف خير، عشتم وعاش الوطن. والآن هذه القصيدة أتقدم بها إلى أمهات الشهداء الكرام. يا أم الشهيد، يا أم
الشهيد لا تحزني، ارفعي كفيك لرب السماء، اركعي اسجدي ابتسمي. تغني لشهيد بدماء حريته مدرجا، فمهر الحرية غالب، دماء أخي وزوجها وابنك. مات الشهيد قائلا فداك الروح يا وطني، هاك دمي وحزنا من بقايا جسدي، بلذة النصر والاستشهاد تتنفس الروح بأوردتي، وحفنة من بخور أمي على اللحد الثري. أم الشهيد لا تحزني، لملمي بقايا حضوره، وبذاكرة المكان عطري. حين ينضب الحلم من كأس الصبر اشربي، واستلي صدى العويل من حولك، والله كبري. فكلنا بشراشة الرحيل نكفن، فاحبسي الدمع وكففي، الموت موت والشهادة زينته. وبالقصائد المخططة